صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا عايزة أقول كلمتين لوجه الله. لما الإنسان يفقد الأمل والأمان بيتسلسل في نفسه الإحباط اللي بيؤدي يا إما للانتحار يا إما للجنان. والأمل والأمان ده مهمين لاستمرار الحياة. مفيش أمل ولا أمان مفيش حياة أصلا. طبعا في ناس بتتجه إلى القرآن الكريم عشان تدي لنفسها أمل وأمان، لأن كلنا بنقوي عزيمتنا بربنا طبعا ده نمبر 1 أكيد. وفي ناس بتبقى متشتتة مش عارفة يعني تتصرف ازاي أو توصل لحلول لنفسها ازاي، فبيبتدي يضحك عليها الشيطان. أول ما تفقد الأمان والأمل اللي بيسببوا الإحباط بيشتغلوا لها اتنين، واحد شيطان رجيم في دماغها والتاني النفس الأمارة بالسوء. طب الأمان والأمل بعد الله بيجوا منين؟ بيجي من الأهل. نمبر 1 إنهم يحتووا بنتهم، والأهل متمثلين في الأم والأب، والأب أكتر. طب فقدت البنت الأب، لأن الأب هو رمز الأمان الأول للبنات في كل أحوال عمرهم. فقدت الأب، لذلك تلاقوا أكتر البنات لما أبوهم بيموت بينكسروا، بيشيلوا مسؤولية، لأن مهما كان بيسموا أمهم ضعيفة زيها. طب ما فيش أب، يبقى المفروض الأم على طول تشتغل بدورين، دور الأم والأب مع بنتها، ودايما تحسسها بالأمان وإنها في ظهرها وإن أي مشكلة هتقابلها أنا معاكي. طب الأم توفت، يبقوا الإخوات. مفيش إخوات يبقى الأصدقاء، في أصدقاء مخلصين. مفيش كل دول بقى، يبقى أكيد البنت دي هتعيش أيام سواد السواد. وده اللي حصل مع بسنت. ده باختصار اللي حصل مع بسنت. ابتدى بقى الشيطان يتسلسل لدماغها، والنفس الأمارة بالسوء اشتغلت على نفسيتها، ومفيش حد بيظبط نفسيتها، وكل يوم مشاكل وكل يوم إحباطات. وأنا أتمنى إن بعد موضوع بسنت